وصفتنا النهاردة بدون تخمير، وهتعمليها في 5 دقايق وبدون فرن كمان. سهلة وبسيطة وتنفع معانا فطار وعشاء، وتنفع كمان الولاد في اللانش بوكس. تطلع معايا نتيجتها هتجنن زي ما انتوا شايفين. تعالى اقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. هاتي البوله بتاعتك، انزلي فيها بيضه، 3 معالق كبار من السكر ورشه ملح ورشه فانيليا. بقلبهم حلو مع بعض. بعد كده هنزل عليهم ب3 معالق كبار من الزيت، وهنزل كمان بكوبايه من اللبن او الحليب. وبعد كده اديهم تقليبه حلوه، وهبدا انزل بقى بمعلقه كده من الزبده او بالسمنه، تكون بدرجه حراره المطبخ تكون طريه معايا. وهنزل بكوبايتين من الدقيق، عليهم باكت كامل من البيكنج باودر او معلقه كبيره مليانه بيكنج باودر، عليها معلقه كبيره من الخل. وهبدا اقلب المكونات بتاعتي لغايه لما يبقى القوام بتاعها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لو وصلنا لغايه هنا متنسوش تنزلوا في الكومنتات تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده بقى هتجيبي الطاسه بتاعتك وهنزل فيها بالعجينه بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تديها مسحه زيت، مفيش مشكله خالص لو انت عايزه، بمنتهى البساطه خالص بتعمليها. شايفين بقى اول ما بتبدا تعمل فقاقيع كده معاكي، هبدا بقى اقلبها الناحيه التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تطلع معايا تجنن تجنن، هتعجبك جدا جدا جدا. بعد كده هبدا بقى اجيبها بقى ادهن وشها زي ما انتوا عايزين، حبه مربى، عسل ابيض، شربات تقيل. هدهن وشها بالشكل ده كده. وعندي بقى سوداني مجروش هبدا اغلفها بيه. طيب ممكن تستخدمي ايه تاني؟ ممكن تستخدمي نوتيلا، تستخدمي صوص كراميل، بيبقى تحفه معاها، تحفه. واللوتس بتبقى تجنن كمان معاها. جربيها تعجبك جدا جدا، من احلى واروع الوصفات اللي انتي ممكن تعمليها. وزي ما قلت لك تنفع فطار وتنفع عشاء وتنفع الولاد كمان في اللانش بوكس. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.